السلام عليكم اخوان اخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله جيت نوضح واحد الامر. هو هاد الدعم اللي دارته الدوله بالنسبه لدعم الاسر في اقتناء سكن. هاد الدعم هذا تيخص واحد جوج الفئات. الفئه الاولى هي اللي غتقتني سكن تقريبا قل من 300 الف درهم، يعني قل من 30 مليون. هاد الفئه هذه غتستافد من دعم ديال 100 الف درهم اللي هي 10 المليون. كاينه الفئه الثانيه، هي الفئه اللي غادي تقتني سكن تقريبا من 300 الف درهم فما فوق الى 700 الف درهم، يعني من 30 مليون حتى ل 70 مليون. هاد الفئه هذه غتاخذ واحد الدعم ديال 70 الف درهم اللي هو 7 المليون. حتى لهنا متفقين؟ شنو هي الشروط اللي تخول اي واحد باش انه ياخذ هاد الدعم؟ اول شرط هو انه خص يكون مغربي، يكون عايش داخل الوطن او خارج الوطن. يعني حتى الناس الجاليه المغربيه اللي خارج الوطن حتى هي ممكن ان تستافد من هذا الدعم هذا. الامر الثاني هو هاد الشخص اللي غيستافد من هذا الدعم هذا ما خصش يكون ديجا عنده شهادات ملكيه ديال شي شقه او شي سكن. هذا هو الامر اللي خص يركز عليه. الامر الثاني هو المده اللي خاص يكون هذا السكن هذا فيه شروط انه باش يقتنيه ويستافد من الدعم. خاص يكون خدا البروموتور او هذاك اللي شرا من عنده الشقه خاص يكون واخد بيرمي دابيتي تقريبا من جونفي 2023. يعني الا كان شي حاجه ديال 2022 ولا 2021 راه ما مقبولاش وما غياخدش الدعم. يعني حتى الناس اللي تيفكروا انهم ياخذوا دوزيام ما راه حتى هي ما غاديش تستافد من الدعم، ياك. الامر كذلك اللي مهم واللي خصو الناس يركزوا عليه هو قضيه ديال ان خص هذا الشخص هذا خص تكون عنده اسره. يعني الناس اللي سيليباتير راه ما عندهمش الحق انهم يستافدوا. يعني خص تكون اسره، حيت تقول لك دعم مقدم للاسر وليس للافراد. يعني الامور هنا واضحه. تقريبا هذا المشروع هذا تصادق عليه، غيتم التفعيل ديالو ان شاء الله ابتداء من 2024. الناس غيبداو يقدموا الملفات ديالو. بالنسبه كذلك بعض الاسئله اللي تطرحوا، واش السكن الاقتصادي ممكن اننا نستافدوا منه في قضيه هذا الدعم هذا؟ اصلا هذاك السكن الاقتصادي مدعوم من طرف الدوله للمقاولين اللي تيبنيو هذا السكن هذا، لذا ما عندكش الحق تستافد منه. يعني باش تمشي تفكر تشري ان شقه ديال 25 مليون تقول غناخذ 10 المليون ونزيد ناخذ 10 المليون دعم ونزيد انايا 15 مليون راني خديت الشقه. لا، بلا ما تحلم اخي، لان اصلا هذوك الشقق الاقتصاديين مدعومين من طرف الدوله للمقاولين. تقريبا كل شقه ياخذوا فيها 5 المليون. يعني الامور هنا واضحه. هذه النقاط وهذه الشروط باش تخول لك انت كمواطن مغربي عايش في المغرب او خارج المغرب باش تستافد من هذا الدعم. نتمنى انني نكون وصلت لكم الفكره، ولات عندكم واحد صوره واضحه على هذا المشروع هذا. قبل ما نسالي الفيديو ديالي تنطلب من الاخوان ديالي باش يدعيو مع الاخوان ديالنا المسلمين اللي كاينين في فلسطين. صراحه معاناه كبيره تعيشها الناس في غزه. اسال الله عز وجل ان يفرج همهم ويفرج كربهم، وان ينصرهم على من عاداهم، وأن يتولاهم ويرحم موتاهم. أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوب المسلمين في هذه القضية هذه، باش يتخذوا قرارات صارمة ضد هذا الكيان الصهيوني اللي بارك يقتل وينهش في اللحم ديال الإخوان ديالنا. أسأل الله عز وجل اللطف. دمتم في رعاية الله. فيديو مقبل إن شاء الله.